هو في بين الزوج والزوجة أسرار؟ هنشوف في بينهم أسرار ولا لأ. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الشخصية. قال لي هي ليه بتمسك موبايلي؟ كل شوية تمسكه. هي قالت أنا كنت بفتح موبايله أشوف صورة كنا واخدينها سوا، لقيته بيقول لي أنت بتفتشيني؟ أنا ما كنتش بفتش، أنا مراته، بس هو اللي شافها إني بفتشه، شافها إن أنا بتعدى على خصوصياته. ناهد بتقول لي أنا عندي 35 سنة، متجوزة من 7 سنين، بيني وبينه في حب وثقة، أو على الأقل كنت فاكرة كده. مرة بدور على صورة في تليفونه، أول ما شافني اتقلبت الدنيا. أنتي بتفتشيني، أنتي مش عارف إيه، أنتي ما بتثقيش فيا، أنا ما فيش خصوصية في البيت ده، والدنيا اتقلبت. أنا اتفاجئت، أنا ما فتحتش حاجة، أنا ما دخلتش حتى على الرسايل. سؤاله خلاني أسأل نفسي هو مخضوض كده ليه؟ هو عنده حاجة مخبيها ولا أنا غلطانة إن أنا حسيت إن خصوصيته هي كمان جزء مني؟ دي واحدة من أكبر وأصعب المناطق الرمادية في العلاقات الزوجية، اللي هي إيه حدود الخصوصية، وإمتى تكون طبيعية وإمتى تبقى مريبة. علم النفس الأسري بيفرق ما بين الخصوصية اللي هي مساحة صحية للفرد، والسرية إن أنا بخفي حاجة متعمد أخفيها عن الشريك. الحل لازم يحصل حوار، من غير حوار مفيش فايدة. لازم إحنا الاتنين نتفق على مفهوم الخصوصية عند الطرفين، والخصوصية واحدة عليكي وعليه. الاتفاق يكون واضح، مش لازم اعرف كل حاجة، بس لازم احس اني مش بره اللي بيحصل. لو في ارتباك او رفض مفرط يبقى ده محتاج تفسير. انت مخضوض ليه لما مسكت تليفونك؟ لان الشك بيتغذى على غموض. الثقة بتتبني بالشفافية، بس الخصوصية مش خيانة الا لو كانت غلط. جالي مشكلة تانية بتقولي ما بيحبش يتكلم وانا بموت من السكوت. قالت لي كل يوم ارجع من الشغل احكي له، افضفض، وهو يقول لي مش وقته، او يرد بقيت احس اني بكلم حيطه. دينا عندها 31 سنه، متجوزه من 4 سنين، بتقول بحب اتكلم، احكي، افضفض حتى في التفاصيل الصغيره، بس جوزي مش كده. مشكلته انه مش بيشاركني حاجه ولا حتى بيحب يسمعني. بقيت احس ان عنده عالم تاني مش ليا، عالم ساكت، عالم مقفول، ولو سالته مالك يرد ولا حاجة. مالي؟ بقت كل حاجة جوايا ومفيش حد عارفة اتكلم معاه. يعني الله يكون في عونك. هو الصمت مش دايما راحة، الصمت اوقات كتير بيبقى جدار بيعزل بينك وبين الشريك. في دراسة نفسية بتقول ان الصمت المزمن بين الزوجين بيؤدي الى انخفاض في الرضا العاطفي بينهم وبين بعض، بيحسوا ان في عدم اهمية، بينسحبوا من مشاعر بعض. الحل ان الطرف الصامت محتاج يتعلم يفكر بصوت عالي، مش عشان يتكلم كتير، لكن عشان يحسس التاني بوجوده، يا اما هيفقده. الطرف التاني مش هيستحملك كتير وانت قاعد ساكت كده زي تمثال بودا، مش هيقدر. والطرف اللي بيحب الكلام لازم يراعي كمان ان مش دايما الوقت مناسب للكلام، مش على طول اللي قدامك مضطر يسمع الفضفضة. لازم نتفق على وقت نحكي فيه، لكن ما ينفعش يبقى اليوم كله في حد شغال زي الراديو. الصمت مش دايما دليل خيانة، بس لو طال بيبدأ الشك يدخل، وساعتها ده بيقتل القرب بيننا وبين بعض. مشكلة ثالثة مش بعيدة عن كده، بعد يقول لي أنا ليا حياتي، مش كل حاجة لازم أشاركك فيها. قال لي مراتي بتزعل لو خرجت من غير ما أقول. طب وليه من غير ما تقول؟ مراتي بتزعل لو ما حكيتلهاش كل تفصيلة في الشغل، بس أنا شايف إن أنا ليا مساحة خاصة من غير شرح كل حاجة. مازن عنده 37 سنة، بحب مراتي، مفيش بينا أسرار، بس هي بتحب تعرف كل حاجة. لو اتأخرت لازم أرد أنا اتأخرت ليه. لو حصل موقف في الشغل وما حكيتوش تتضايق. أنا مش بخبي، بحب أقعد لوحدي، أسكت شوية، أكلم حد من صحابي من غير ما أشرح كل تفصيلة. بس كل مرة بعمل كده أحس إنها زعلانة. هو أنا كده غلطان يا دكتورة؟ لا، هو اللي بيحصل هنا هو اصطدام بين شخصيتين، شخصية تشاركية بتحب الحكي والمشاركة، وشخصية تانية احتفاظية بتحب خصوصية وشوية انعزال. فبالتالي الفرق ما بين الشخصيتين هو ده اللي بيعمل المشكلة. العلاقة القوية هي اللي تعرف تخلق توازن بين الاندماج والاستقلال. الحل إيه؟ الزوجة لازم تفهم ان مش كل حاجة تنحشري فيها، مش كل حاجة تضحكي. مش معناها ان دايما ان في حاجة غلط، لكن معناها ان الانسان بيحتاج هدوء ومساحة داخلية. والزوج كمان محتاج يراعي احتياجاتها. احتياجها الأساسي هو المشاركة، حتى لو بتحكي حكي بسيط عشان تحس إنها جوه حياتك
مش واقفة على باب ممنوع عليها انها تدخل. العلاقة الصح هي اللي نعرف نسيب فيها البعض مساحات من غير ما نبعد عن بعض. في العلاقات في فرق كبير بين اللي ليك واللي عليك، وبين اللي تشارك فيه شريكك واللي تحتفظ بيه لنفسك. ناهد اتحطت في موقف شك، دينا واجهت صمت بيكسر، ومازن اتهموه بالبعد وهو بس كان بيدور على لحظة لنفسه. الحب مش حبسة ولا حرية مطلقة. الحب هو لما تسيب للي قدامك مساحة يكون نفسه من غير ما تحس انه يبعد عنك. خلي الخصوصية احترام مش تهديد. خلي الصراحة امان مش استجواب. اهم حاجة الامان في العلاقة. ولغاية هنا خلصت حلقتنا، لكن لقاءاتنا لسه ما خلصتش. اسيبكم دلوقتي ونتقابل في حلقة جديدة من اسرار شخصية مع أمنية.